السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، وحشتوني كتير 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 كده قد البحر. المهم يا جماعة كده احنا هنعمل معانا ايه؟ هنعمل مع بعضنا ايه النهاردة؟ هنعمل محشي. ايوه، محشي كرنب. ايوه بالظبط كده. هو ده هو ده اللي يدفي في الشتاء بقى، هو والعدس بقى. بصوا الشتاء كلها اعملوا عدس ومحشي، عدس ومحشي. المهم يا جماعة، النهارده كان يوم مميز طبعا. انا جوزي كان جه من السفر، كان جه من الشغل يعني وكده، كان مسافر وجه. فقلت نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه؟ نعمل محشي. طبعا الراجل من دول بيبقى مسافر نفسه في محشي بقى، وما بيصدق يجي البيت عشان ياكل محشي. حاجة كده حلوة كده وجميلة كده، وكلنا بنحبها يعني، مفيش حد ما بيحبهاش. المصريين كلهم بيموتوا في المحشي طبعا. والنهارده بقى طبعا ايه، مش لاقي حاجه اعملها. قلت بس هو محشي. هي جت في دماغي كده في لحظه، ورحت جبت المحشي وجيت على طول الكرومبه، وجيت عملتها على طول في وقتها. المهم يا جماعه، قبل الكلام ما يخطفنا كده و... وننسى نفسنا كده وانت يا حلوه انت وهي تنسوا تحطوا له اللايك، ولأول مرة يشوفني اشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. المهم يا جماعة، طبعا كلنا عارفين المحشي بيتعمل ازاي، ما فيش حد فينا مش عارف المحشي بيتعمل ازاي. واللي ما يعرفش يتابعني ويشوف المحشي بيتعمل ازاي. طبعا ما رضيتش اعمله على ايه، على المبشره. قلت كده اعمله على ايدي كده، على السريع على السريع بسكينه، وايه وننجز بقى في الوقت يعني وكده. هنا بقى الفراخ بتاعتي كنت ملحتها. وطبعا اول ما جيت مسكت الفرخه، ملح، طبعا خل، ليمون، دقيق، وشوية مية، وسبتها كده منقوعة حوالي ساعتين 3. ورجعت بعد كده ايه، غسلتها كويس، ومسكت بصلة ورحت ايه، مخرطاها عليها او تبشرها عليها براحتك، وتسيبها برضو شوية. بيبقى طعم الفراخ عسل. بيبقى طعم الفراخ ده جميل يعني. سيبها فيها شوية وبعد كده تسلقيها. كانت بجد بجد حاجة يعني فوق الخيال. المهم بقى يا جماعة، اعمل ايه لابني بقى بيتخانق هو وابوه. المهم بقى يا جماعة ايه، انا قلت اعمل ايه. كنت بتكلم في ايه؟ معلش دماغي تاهت. كنت مركزة مع الوضع. طبعا هنا ايه، بغسل الخضرة بتاعتي، اغسلها كويس جدا وبعد كده اقصها. عايزة برضو كده ايه، هقول حاجة كده. نعم يا راف، نعم. نعم. حاضر حاضر حاضر. قلت بقى اعمل معاكم برضو كده الخضرة يعني كل حاجة. بصوا انا قلت اجيب يعني التصوير كده، تصويري بقى من اول ما بدأت كده عشان تشوفوا معايا كل حاجة يعني خطوة بخطوة. يعني تشوفوا معايا كل حاجة من اولها يعني. ما خليش ان هو مثلا يبقى فايتكم حاجة من اليوم بتاعي طبعا في المطبخ يعني وكده. طبعا طرحتي بقى اتفكت وكده فبعدلها معلش. هنا بقى تاني بقى نرجع بقى اللي بعمله. طبعا دي الطماطم بتاعتي. طبعا زي ما انتوا شايفين انا غسلتها مرة واتنين، ورجعت بعد كده بقى قطعتها وحطيتها في الخلاط. تمام تمام. بصوا بقى يا جماعة، انا عايزة اتكلم معاكم في حاجة. عايزة اتكلم في نقطة، ان انا مثلا لما بطلع احكي مثلا موضوع اي حد او قصة اي حد، مثلا واحدة حكي لي قصة او حكي لي اي موضوع وانا يعني طلعت اتكلمت فيه. ده يا جماعة يعني معلش يعني، سوري في اللي هقوله. ده ما يخصش اي حد يعني. ده يعني ما يشغلش حد. حاجة تخصني، حاجة تخصها. على عيني وراسي من فوق اللي هتسمع وتدينا نصايحها وتتكلم معانا ونبقى اصحاب وحبايب، دي على راسي من فوق. لكن اللي هتطلع تتكلم او تروح تقول مثلا ده بتتكلم على اخوات جوزها، او الحقي ده بتتكلم عليكي على ولا اخوات جوزي بقى بتتكلم عليكم، ده شوف بتقول ايه عليكم. يا حبايب قلبي، انا ما ذكرتش اهل جوزي. وانا يعني انا لا واحده متجوزه وجوزي مسافر بره. انا متجوزه، جوزي مش بيسافر بلاد بره. انا مش عندي 4 اولاد. انا ماليش سلايف 5 بنات. انا وجوزي ولد واحد، وجوزي بيسمح كلام ابوه، وجوزي بيسمح كلام امه، والكلام ده لا. اولا انا جوزي راجل وكلامه من دماغه، ولا بيسمح كلامي ولا بيسمح كلام حد.
تمام، لا ابن امه ولا ابن ابوه زي القصة اللي انا طلعت اتكلمت فيها دي. حاجة تاني حاجة، انا اخوات جوزي 4 بنات مش 5، وجوزي مش ولد واحد، لا جوزي 3 شباب ما شاء الله في البيت. تمام، وليا سلفة. الحمد لله انا عشت كويسة، انا عشت مش وحشة، والحمد لله مبسوطة في حياتي. ومش مش لو انا هطلع اتكلم عن نفسي او عن قصتي، انا هطلع اتكلم واقول انا فيها 1 2 3، مش هطلع اتداري في واحدة تانية واقول قصة اي واحدة تانية. تمام. اللي بيطلع بقى يرغي كتير وبيطلع يروح يتكلم كتير، معلش يا جماعة، انا اللي بقوله ده الجماعة محددين، هم عارفين نفسهم وبيسمعوني. ما تروحوش تألفوا كلام وتحوروا وتقولوا مثلا ده بتتكلم على اخوات جوزها، ده بتعمل، ده بتسوي، ده مبهدلينها. انا اخوات جوزي محدش مبهدلني، وانا مش صغيرة، وانا مش عارفه مصلحه حالي وعارفه انا بقول ايه. وكل واحده تخليها في نفسها. من تدخل فما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، وانا طلعت قلتها قبل كده. محدش يتدخل في حاجه ما تخصهوش، ومحدش ليه دعوه بحياتي، ومحدش ليه دعوه باللي انا بطلع اقوله. انتوا فاكرين ان انتوا كده ممكن ان انتوا توقفوني مثلا عن شغلي واقول لا انا مش هتكلم، لا انا مش هطلع، انا مش هقف خرصه، انا مش هطلع ابقى خرصه. لازم نتكلم مع بعضنا في اي حاجه، لازم نبقى اصحاب، لازم يبقى في كل حاجه بيناتنا احنا نتكلم فيها. لكن تطلع بقى ترغي كتير برضو. واحده راح تقول برضو يعني كلام بيحصل، ده طالعه بتصور شقتها، ده طالعه مش عارف ايه. انتوا مالكم يا جماعه؟ انتوا مالكم؟ انتوا ايه اللي يخصكم في كده؟ ايه اللي يخصكم في كده؟ انا دخلت بيوتكم واتكلمت او صورت فيها او جبت حاجة، يعني حاجة تخصكم انتوا؟ انا اللي بتكلم فيه، انا هي معرفاني ان هطلع اتكلم في الكلام ده، وعارفة ان انا هتكلم في الكلام ده. انا قايله لها هطلع واقول كذا كذا عشان يبقى عبرة للناس، او الواحدة من دول تبقى واخدة بالها، ويبقى يعني نشوف الرأي برضو، مش رأيي ورأيك انت بس. فكل واحد يخلي لسانه جوه بقه، يعني لسانك حصانك ان صنت صانك. مش هتصوني لسانك بقى انت وتلمي نفسك، فهطلع بهدلك. انا ما عنديش مشكله هبهدلك، وعلني كمان. تمام. كذا حد بيجي يتكلم، انت طالعه بتتكلمي على اخوات جوزك، هو انت تقصدي اخوات جوزك؟ معلش يا حبيبتي، ما اخوات جوزك مبهدلينك. يا حبيبتي انا اخوات جوزي مش مبهدليني، وانا مش صغيره وجوزي مش صغير، واهل جوزي مش وحشين عشان يبهدلوني ولا انا بهدلهم. فانا عارفه انا بقول ايه، ومحدش يتدخل في اللي ما يخصوش، يعني كل واحد يخليه في نفسه بس. محدش يشغل باله بيا خالص، محدش ليه دعوه انا بعمل ايه. انا عامله قناه، انا مش عامله قناه، انا طالعه اتكلم عن اي قصه، إيه عامله قصه وطالعه اتدرب في واحده تانية. لا، انا لو هتكلم علني كده واقول انا عندي مشكله فيها كذا كذا. مش هطلع اتدرب في اي حد تاني. دي يعني حاجات وقصص وحكايات يعني كذا حد مكلمني فيها، وحاجات يعني بيني وبين صحابي، بيني وبين ناس، يعني وطالعه اتكلم ومستأذناهم، وقايلين لي ماشي حبيبتي اتكلمي، واحنا عايزين نعرف الرأي، واحنا عايزين مش عارف ايه. وانا قلت لكم تعمل ايه يا جماعه، وانا قلت لها رأيي برضو كده علني. فكل واحد يخليه في نفسه يا جماعه، معلش يعني. ما حدش يتدخل في حياتي، وما حدش يدعوا انا بعمل ايه. حبيبتي عايزه تتفرجي عليا اتفرجي، مش عايزه تتفرجي عليا ما تتفرجيش، بس ما تطلعيش ان انت تشاهدي الفيديو عشان تطلعي تعلقي عليا في اي حاجه. لا يا حبيبتي، علقي على نفسك ويعني بصوا، اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب، دي حاجه. وكل واحد يخليه في نفسه، يعني كل واحد يشوف هو بيعمل ايه، وكل واحد عارف عيوبه. وبلاش اطلع اتكلم واقول ايه العيوب برضو ايه اللي فيكم. فكل واحد يخليه في نفسه، محدش ليه دعوه. يعني انا من ساعه ما نزلت الفيديو، اول ما نزلته اخت جوزي هي جايه تقول لي ايه يا بنتي اللي انت منزلاه ده، في واحده بتقول لي كذا كذا، والتانية برضو، وكذا حد قال لها برضو نفس الكلام. فكل واحد يخليه في نفسه، ما تعملوش مشاكل بيني وبين اهل جوزي. احنا كويسين مع بعض، احنا مش وحشين والحمد لله. فكل واحد يخليه في نفسه، ما حدش ليه دعوه بيا خالص. ما حدش يشغل باله بيا. تطلعي تعلقي لي وتقولي لي ده فيها وما فيهاش، وبتصور وما بتصورش. انا ما قلتش شهدي، وما قلتش ما غصبتش حد انه يدخل قناتي. كل واحد بيدخل قناتي بكيفه. وحبايب قلبي بقى اللي هم متابعيني وبيتفرجوا عليا لذاتي ولقناتي، وبيسمعوا حكاوية وعارفين انا بتكلم في ايه، دول على راسي من فوق وجوه عينيا، قسما بالله انتوا حبايبي حبايبي حبايبي. تمام.
والناس التانية برضه حبايبي، انا ما قلتش حاجة، ما قلتش ان انا مش بحبكم ولا الكلام ده. اي حد بيشاهدني حبايبي وعلى راسي من فوق، بس ما تدخلوش تشاهدوني عشان تعلقولي على حاجة تانية، او عشان تعملوا ليا مشاكل. لا، ما انا ما بحبش كده يا جماعة، انا ما بحبش كده. وطبعي انا عامة يعني ما بعرفش اخبي، وما بعرفش اتكلم على حد واجيب سيرة حد والكلام ده. انا هتكلم على حد، يعني هتكلم مثلا على اهل جوزي هقول انا بتكلم عليهم، يعني اللي بيزمر يعني معلش كده ما بيداريش دقنه، تمام. فكل واحد يخليه في نفسه، معلش يعني انا اسفه. ويا حبيبتي هتشاهديني تمام، هتطلعي بقى تشاهديني عشان تطلعي فيا عيوب، او تطلعي مثلا فيا حاجه، او تروحي تسخني الدنيا عليا والكلام ده. لا يا ماما، فما تدخليش وما تشاهدينيش لاي حد. اي حد هيدخل يتكلم عليا، او هيحور الكلام، فلا يا ماما ما تدخليش قناتي، مش عايزاكي تدخلي قناتي وما تشاهدنيش. انا ما بحبش وجع الدماغ الكتير ده، وما بحبش الرغي الكتير، وما بحبش الوش. فكل واحد يخليه في نفسه وبس. تمام. المهم يا جماعة كده نرجع بقى للحلقة بتاعتنا تاني، والموضوع بتاعنا تاني. احنا بنعمل ايه؟ احنا طبعا الفراخ بتاعتي طلعتها، طبعا التخديعة اللي انا كنت مخدعاه، معلش، الولاد بيلعبوا فعاملين لي وجع دماغ، كل شويه اوقف الفيديو واشخط فيهم عشان يسكتوا، ومفيش فايده. المهم طبعا الفراخ بتاعتي عملتها بالتخديعه، كنت مخدعاها للمحشي. ورجعت بقى مسكت بصله كده، خرطتها عليها، وفلفل بقى وكمون كده، وحبشت بقى الفراخ بتاعتي كده وادخلها الفرن. تمام. كان في الوقت ده المغرب كان بيأذن، فطبعا وقفت الفيديو، رحت الحمد لله يعني صليت، ورجعت تاني بقى قلت ايه، اعلق بقى على المحشي بتاعه كده، زمانه جوزي جاي. فهو كان ايه بره يعني وكده، برضو كان في شغل هنا يعني. فقلت ايه قبل ما يجي، فانا اطيب بقى المحشي بتاعي يعني وكده. تمام. تمام. هنا بقى كنت طبعا برضو ده الملوخية بتاعتي يعني وكده. قلت بقى كده اجهز يعني حاجتي يعني وكده، لحد ايه ما المحشي بتاعي يستوي. وبعد ما يستوي هرجع بقى بعد كده اعمل الملوخيه. طبعا الملوخيه ما بحبهاش غير يعني ما اكون لسه يعني معموله، ما بحبش اسخنها، بتبقى طعمها مش يعني، ما بحسش ان هي حلوه. لسه معموله، بس لازما هي طشه واغرف على طول. تمام. ما بعرفش اقعد يعني وكده. المحشي بتاعي هنا طاب، استوى الحمد لله، يعني المحشي بتاعي استوى زي الفل. هنا بقى شلت المحشي بتاعي، وارجع بقى بعد كده ايه، طبعا اعمل الطشه بتاع الملوخيه يعني. طبعا دي عليها الملوخيه، والحمد لله يعني الاكل كان زي السكر، والمحشي بتاعي كان سكر يعني، كان حاجه كده عسل يعني. هو المحشي نفسه، الكرومبه نفسها كانت حلوه يعني، كانت محليه. نعم يا رهف، نعم، حاضر. المهم يا جماعة ايه، طبعا كلنا بنعمل مع بعضينا، وكلنا يعني ده روتين، وكلنا طبعا بنتعلم من بعضينا، ومحدش بيطلع كده متعلم وعارف كل حاجة. احنا مع بعضينا نطبخ ونعمل روتين البيت، وننظف مع بعضينا كل حاجة، المطبخ وكل حاجة. فطبعا حبايب قلبي، ما تنسوش تحطوا اللايك، وما تنسوش اللي اول مرة يشوفني يدوس اشتراك ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، علشان خاطر التفاعل على القناة مش يعني مش عاجبني والله بجد يعني. التفاعل على القناة ضعيف جدا، ضعيف يعني. فمعلش يعني انت مش هتخسري حاجة لما تحط اللايك بتاعك. وده يشرفني طبعا ان انت تدخلي قناتي او تحطي لي لايك وكده، عشان الفيديو بتاعي يوصل. معلش. طبعا انا بعمل ايه، انا بدلق مية على البوتاجاز عشان خاطر المطبخ، عشان يعني انضف البوتاجاز وهو سخن على طول. طبعا دي العادة بتاعتي. تمام. هنا بقى كنت خلصت، والحمد لله كده تمام التمام. وطلعت الفراخ من الفرن، وطبعا زي ما انتم شايفين والله العظيم جميلة. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.